السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقيكم بصحة جيدة وفي احسن الاحوال ان شاء الله، كيف ما ولفتكم دائما الجديد دائما المفيد لحبيباتي. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفة تجربوها في البيوت ديالكم وفي هاد العواشر هادو المباركة. كيف ما كنبارك لكم العواشر وكنقول لكم عواشركم مباركة، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والهنا اللي تمنيتوه في خاطركم ان شاء الله. بهذه المناسبة هذه جبت تبخيرة اختي، هاد التبخيرة هذه، هاد البخور هذا ديريه في هاد الايام هذه اللي ايام مباركة، راه فيها واحد الخير كتير للبيت ديالك، وكطرد جميع الاسحار اللي كتكون متجددة في البيوت اللي كتكون عندهم الاسحار. كتجي هاد الايام العواشر كيتجدد السحر وكيولي الانسان منرفز وكيولي يتخاصم ويولي في نزاعات وتيولي مريض في الصحة ديالو، كيولي النعاس قليل، كيولي التفكير كتير، وكاين اللي عنده الاعراض ديال الاحلام والكوابيس. كل واحد كيف ما كتجيه الحالة ديالو على حسب الاختلاف الابراج ديال الاشخاص. بالنسبه لك اختي او لا اخي كتعاني من المشكل هذا، هاد التبخيره هادي راني جبتها مخصوص لهاد الايام هادي، ما كتخطانيش وغادي ديريها اختي ونتشاركها معاك باش حتى انتي ديريها في البيت ديالك والبيت ديالك يكون في الهنا واطمئنان ويكون فيه واحد الطاقة ايجابية، وغادي تجري على جميع ما يحيط بالبيت ديالك او لا بالوليدات ديالك او الزوج ديالك من تفرقة ولا من تجديد الاسحار. هذه راه وصفة مجربة اختي، فيها بزاف ديال المكونات، ولكن دايزها الكلام جربيها وردي عليا الخبر. بالنسبه اللي عنده تجديد الاسحار، راه هاد الايام هذه هي فين كيتمحن وكيتمحن بزاف كيولي عنده المشاكل في الدار، كيولي الخصومات، كيولي بزاف ديال الاعراض كيبانوا ليه هو على حسب الحاله ديالو البرج اللي هو عليه. بالنسبه لهذا البخور هذا المكونات ديالو اختي راه فيه مخلط، فيه اختي القزبر، اللي القزبر راه معروف في البخور، وفيه الفيجل. الفيجل تيجري على المس اللي كيكون سببه سحر قديم عندك في البيت، فيه الحلتيت، الحلتيته راه معروفه حتى هي كتحيد جميع الاسحار، والشبه اللي كتحيد العين والحسد، ودايره فيه الفسخ اللي هو هذا الفسخ الوسقي او الفسخ الاسود ماشي مشكل، وفيه الحلبة وفيه العرعار اختي. هاد المكونات اللي هما هادو راه ساهلين باش تجمعيهم اختي وتبخري بهم البيت ديالك. وهذا راه الجاوي الابيض حتى هو راه فيه واحد الطاقه ايجابيه زوينه ومعطر، ديريه اختي هاد الايام اللي بقاو العيد الاضحى. نتمنى ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا ويدخل عليكم بالتيسير ويبعد عليكم شر الخلق ويبعد عليكم جميع الاسحار اللي كتضر الناس وكتشتت العائلات. بالنسبه لهذا البخور هذا اختي غادي تكوني ديريه ان شاء الله من بعد ما يأذن عليك العصر. فين ما ودن العصر غادي ديري شويه وتشعلي مجمره، وغادي تهزي واحد شويه، غادي ديريه معايا في هذيك المبخره، وغادي ديري شويه من الشبه، وغادي ديري شويه من الجاوي وشويه من الحلتيته الصفراء، غادي ديري شويه من الفسخ. وهاد المكونات اختي غادي تدوري بهم كاع الاركان ديال البيت ديالك، البيوت تاع الوليدات تاع الزوج ديالك، ما تخلي حتى بلاصه ما تدوري بها، وتبقاي دوري اختي وتقراي ما تيسر من القران. تقدري تقراي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تقراي قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بربي قل هو الله احد، وانتي كدوري في الاماكن ديال البيت ديالك، ما تخلي حتى شي ركن ما تدوري بيه وما تبخريه، باش اختي البيت ديالك ما يجي يدخل عليكم عيد الاضحى حتى يلقاكم فرحانين ومستبشرين، وما عندكم حتى شي خصامات وما عندكم حتى شي نزاعات، وكل واحد غادي تولي عنده مهيئ باش يفرح هذاك النهار الكبير عند الله. كيف ما كتعرفوا اختي راه جبت هاد الوصفه اللي هي كاينين اللي عندهم الحساسيه ما كيقدروش يتبخروا، جبتها على شكل جوج حاجات. بالنسبه اللي ما قدرش باش يبخر الدار ولا عنده الحساسيه من الروائح، يقدر يدير معايا اختي الوصفه اللي يدير بها يجفف بها الدار ديالو
من الطاقات ويحيد بها الاسحار اللي كتكون في البيت بلا ما يدير لا دخان لا بخور لا والو. غادي ديري اختي العرعار، وغديري الحلبة، وغادي ديري الملحة حجرة صخرية، وغتضيفي ليهم واحد شويه ديال الفاسوغ. غادي تبيتيهم بالليل مرقادين فواحد الباسينه ولا فشي بيدو ولا فشي. المهم اختي ترقديهم واحد الليله كامله. وغادي تبداي اختي مع ملي تفيقي الصباح ان شاء الله غادي تاخدي هذاك الماء اللي كانوا مرقادين فيه الحلبة والعرعار والملحه الصخريه وشويه تاع الفاسوغ. غادي تصفيهم وغادي تخلي هذاك الشيء تضيفي ليه ماء اخر الغد ليه اللي هو الجمعة والسبت ان شاء الله. وتصفيه وغادي تشدي غير الماء النقي وغتجفي به الدار ديالك، اولا ترشي به الركان ديال البيت ديالك والعتبه ديالك تغسليها مزيان مزيان. لان العتبه هي اللي كتاكل الطق مزيان وكتسبب في جميع الافات اللي كيتعرض لها الانسان، لان كيتخطاو في الدخول وفي الخروج وليداتك والزوج ديالك وكيأثر عليهم هذا الشيء هذا. الجهد اللي كيوليو الوليدات كارهين والديهم وعاصينهم وتوليو متمردين بعد ما كانوا حنانين وبعد ما كانوا طيوبين كيتبدلوا بسبب الاسحار اللي كتولي مغيره عليهم المزاج ديالهم ومتحكمه فيهم. حتى الزوج تا هو كيتغير كلشي كيتبدل بسبب الاسحار. غادي تغسلي العتبه مزيان وقدام العتبه ديالك وغادي تخلي تاني لغديه وغادي ديري هاد التبخيره هادي واخا ديريها غير نهار واحد اختي ماشي مشكل، واخا تكوني بعيده على تكون بعيده عليك يعني مهم تبخري بها الاماكن اللي عرفتيهم كيدخلوا فيهم وكيخرجوا فيهم اختي. نتمنى ان شاء الله ديروها وتستغلوا هاد الفرصه هذه ما تضيعوهاش عليكم، راه فيها واحد الفائده عظيمه عظيمه بزاف بزاف ليكم اختي. وغادي تشوفوا واحد الراحه ونفسيه وغتشوفوا التهدينه اللي غيتهدنوا ولادكم ما يبقاوش يديروا المشاكل ما يبقاوش يغوتوا ما يبقاوش يتعصبوا. الزوج حتى هو كلشي غادي تنزل ليه الطاقه ديال ابطال الاسحار وما غادي تشد فيه ان شاء الله حتى شي حاجه مؤثره عليه. هاد الوصفه جبتها لكم من المجربات وفيها واحد الفائده عظيمه بزاف بزاف. اللي يقدر يدير تبخيره يديرها واللي ما قدرش يدير التبخيره يدير الوصفه الثانيه اللي هي ديال الحلبه والملحه الحيه والعرعار ويرش الباب ديال العتبه ويرش الباب ديال الدار والدار كامله ويبقى يقول اللي درتو ليا بنت الكلبه تحيدوا ليا الحلبه والعرعار ما يخلي حتى شعار. والملحه حتى هي راه كتحيد الطاقات السلبيه في البيت والمس وكل المحيط اللي بغى يجيك كيرجع يحيد في البلاص ما كيبقاش يدور في هذاك المكان اللي داروا فيه هاد الحوايج هادو. كنتمنى تجربوها وتبارطاجيوها مع اصدقاء ديالكم وحبيباتكم واللي عرفتو عندهم الحال كيتقلب في هاد الهواشر وكيولي الضحك ديالهم دموع وكيولي الحال ديالهم ماشي مزيان يدير هاد الوصفه ويرد عليا الخبر ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا اخبار زوينه ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى وفائده اخرى. والى اللقاء حبيباتي.